أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من الفاصل ومعانا كتاب. حقيقة أبغى أتوقف شوية عند العنوان حقه، اسمه قطيعة. ودائما نحن نسمع في الأفلام المصرية الست تقول يا أختي قطيعة، بمعنى كلمة يعني أخسرك منه أو سيبك منه أو ما نبغى منه شيء. ولكن القطيعة في الوقت في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين أخذت أشكال سياسية وأخذت أشكال اجتماعية متعددة جدا. القطيعة كانت تستخدم في القرن العشرين في مصر لمحاربة المحتل البريطاني، وكانت تستخدم أيضا في القرن الواحد وعشرين لمساعدة ومناصرة غزة ضد الاحتلال الصهيوني لها. الأستاذ شريف عارف وكتابه قطيعة بهذا العنوان الجذاب كتب لنا هذا الكتاب يرصد فيه تاريخ القطيعة والمقاطعة من القرن العشرين في مصر وإلى القرن الواحد وعشرين، أيام غزة ونصرة غزة والقطيعة التي نظمتها الشعوب والمرأة خاصة، بما أننا في ساعة مع حواء. خلونا نتعرف أكثر، ما أبغى أطول عليكم، خلونا نتعرف أكثر على الكتاب وعلى دور المرأة في المقاطعة وعن تحريكها للمقاطعات على مر التاريخ. أهلا بك أستاذ شريف عارف، شرفتنا في برنامج ساعة مع حواء. أهلا بك وأهلا بكل حواء. إيش العنوان؟ الكتاب يبان من عنوانه. كيف اخترت الكتاب وإيش الهدف من كتابة هذا الكتاب في هذا التوقيت؟ لا، هو الكتاب ما اقدرش اقول ان هو مرتبط بتوقيت. نعم. لان الكتاب المفترض ان هو مش سلعه بيعيه. اللي بيقدم كتاب بيقدمه للمكتبه العربيه. نعم. مش بقدمه لانه مثلا دلوقتي في مثلا مظاهرات او دلوقتي في مثلا حرب غزه. ده بيساهم في عمليه التسويق له، ولكن الهدف الرئيسي ان انا بقدم كتاب لخدمه القارئ العربي وللفكر العربي. الكتاب ببساطه هو دراسة أكاديمية بدأتها عن تأثير حملات المقاطعة وتأثرها بالسياسة والفن والدين. حملات المقاطعة أنا أخذت مصر كنموذج. نعم. طبعا حملات المقاطعة هي حملات عربية كاملة. نعم. ولكن أخذت التجربة المصرية باعتبارها التجربة الأكثر تأثيرا والأعمق تاريخيا. نعم. أرجع معاك لكلمة قطيعة. الكتاب بيرصد رد الفعل الشعبي تجاه قضية المقاطعة. أنا وجدت أن كلمة المقاطعة في حد ذاتها وهي باللغة العربية السليمة هتبقى قوية، شكلها أكاديمي قوي. في نفس الوقت أنا ما بتناولش لا إحصائيات ولا بيانات رسمية ولا إلى آخره، ولكن بتناول رصد لرد الفعل الشعبي. نعم. بما فيه الست والراجل، يعني البيت المصري البسيط موقفه ايه من المقاطعه. طيب. من الكلمات الدارجه على لسان الشعب المصري عموما والشعوب العربيه كلها، الكلمه دي موجوده في كل مكان. نعم. هي كلمه قطيعه. نعم. او زي ما بتقولوا في السعوديه قطيع. الله يقطعه. الله يقطعه. ايوه. جميل. زي ما بتقولوا كده. فكلمه قطيعه لو بحثنا عنها يا غاده في لغويا، نعم. هنلاقي ان كلمه قطيعه كلمه لغه عربيه فصحى. نعم. يعني هي دارجه. نعم. على لساننا نقول نعم. قطيعه يقطعوا كلام من ده، ولكن هي كلمه لغه عربيه فصحى. نعم. يعني اسم الفعل قطع يقطع قطيعه. ولذلك حبيت ان نعم. حتى زي ما انت كنت بتقولي من شويه، المراه المصريه وما تمثلها ماري منيب، الكلمه ديت هي نعم. كانت الكلمه الدارجه في الافلام المصريه القديمه. صحيح. قطيعه يقطعوا قطعه سفته. نرجع لموضوع الكتاب. اولا بما اننا في برنامج مرأة. نعم. المرأة هي القائد الرئيسي لعمليه المقاطعه. نعم. لان ست كان البيت هذا باين في ثوره 19 صح؟ أيوة. ست البيت كمنتج اقتصادي، ست البيت هي اللي بتشتري كل حاجه. نعم. حتى بتشتري الكرافاتات والبدلات والبدل لزوجها. ايوه، هي اللي بتقوم بالتبضع لزوجها. وهي اللي بتتحكم في حركه السلع. نعم. الوارده الى داخل المنزل. فبالتالي المحرك الرئيسي لعمليه المقاطعه هو الست مش الرجل. نعم. طب خلينا نشرح اكثر كيف كانت المراه في ثوره 19 هي المحرك الاساسي للمقاطعه. اولا دعينا نتحدث اولا عن فكره المقاطعه. فكره المقاطعه هي وليده المقاومه. يعني المقاطعه شكل من اشكال المقاومه،
ممكن تكون المقاومه مقاومه مباشره كالمقاومه المسلحه مثلا او المقاومه الفكريه، ولكن المقاطعه هي نوع من انواع المقاومه. فبالتالي انا لما قاطع منتج يبقى انا بقاوم منتج الخاص بالاخر او بعدو لي او بشخص انا اريد ان اقاطعه. نعم، اكثر شوكته كمان. ايوه، واكثر شوكته. الست المصريه خرجت في سنه 1919 في اول مظاهره نسائيه تشهدها مصر والعالم العربي. صحيح. تطالب بالاستقلال. ثوره 1919 كانت محرك رئيسي لعمليه المقاومه والمقاطعه، ويتبعها بالتالي المقاطعه. كيف؟ الثوره ديت اخذها كل زاويه من الزوايا الثلاثه اللي احنا بنتكلم فيها، الدين والسياسه والفن، وترجم عمليه المقاطعه ديت بوجهه نظره. يعني القرار السياسي، تشكيل الوفد المصري، الدعوه للمقاطعه، في الدين اتحاد عنصري الامه، نعم، الهلال مع الصليب. صليب. جميل. وايضا كان مشارك فيها اليهود. طبعا اليهود انت المصريين تذكر في شاركوا فيها. كتابك انه اليهود دي كانوا حقيقة. يفكرون كشعب مصري يعني. دي حقيقه. هم اليهود في فتره من الفترات هم كانوا جزء من النسيج الوطني المصري يعني. نعم. عندنا حتى في الافلام نقول لك حسن ومرقس وكهين يعني. نعم. الثلاث عناصر الرئيسيه للجسد المصري كان المسيحي والمسلم واليهودي. نعود للمرأة. نعود للمرأة. المرأة طورت ده من خلال دعوة. أول دعوة ظهرت ودي هتلاقيها موجودة في الكتاب في صحيفة الأمة عام 1922. دعوة لمقاطعة المنتجات البريطانية. الصحيفة بتعلن بتقول لك لا ننشر ولا نعلن عن أي من المنتجات البريطانية. وده اعتراض مباشر يعني. حتى بيرفض المقابل المادي في مقابل ان ده لا يقضي على الفكره الاساسيه اللي هي فكره المقاطعه. نعم. الست كان لها دور جميل قوي ترجمه سيد درويش في اغنيه السقايين. نعم. زمان يعني حتى موجوده حتى في السعوديه الناس اللي بتعبي الميه. ايوه طبعا. السجه. جميل. السقا ده كان موجود في مصر، كان عنصر اساسي ومهنه اساسيه. كل البيوت بتعتمد على الميه الوارده من الخارج. نعم. السقا بيشيل القرب بتاعته وبيدور على نعم. كانت مسؤوليه اداره المرافق كانت تابعه لفرنسا. يعني المحتل كان انجليزي. نعم. انما اداره المرافق كانت فرنسيه. فالشركه الفرنسيه حبت تعمل تدخل حنفيات، وده شيء محترم جدا وشيء حضاري. شيء حضاري. ايوه. ولكن برغم كونه شيء حضاري انما سيد درويش رآه ان هو هيقضي على مهنه مهمه جدا، وهي السقه، وهي مهنه السقه. وهذه نوع من انواع الثقافه المصريه كانت موجوده ايام زمان. جميل قوي. فراح عمل اغنيه في اوبريت اسمه السقايين. يعوض الله على السقايين، دول شقيانين وتعبانين. ففي وسط الكلام بيقول لك ايه، بيوجه الست وبيقول لها ايه، دي شركه غلسه ميتها نكسه، قومي كسري الحنفيه وارجعي تاني للقله. نعم. يعني حتى هنا الكلام مباشره الى مين؟ نعم، الى المراه، سيده وربة المنزل. جميل. باعتبارها هي المتحكمه في ده وهي اللي بتستعمل المياه بشكل كبير. نعم.